صباح الخير ومساء عليكم. الواي 9 برايم 2019 من شركة هواوي، موبايل الناس اتكلمت عليه كتير قوي من كتر ما هي الناس مش عارفة ده حلو ولا وحش، ولا العيوب بتاعته اكتر ولا مميزاته اكتر. فالنهارده انا جاي اقول لكم رأيي، واظن الفيديو دوت هيفرق معاك جدا. اي نعم، في ناس كتير قوي نزلت ريفيو الموبايل دوت، بس الريفيو دوت اظن ان هو هيبقى مختلف. قبل ما نبدا اي حاجه، الفيديو دوت برعايه محلات 3 براذرز، وديت محلات متخصصه في الموبايلات وكمان صيانه الايفونات وكده. وبصراحه انا اشرح لكم جدا المحل دوت انكم تجيبوا منه الواي 9 برايم 2019. فشكرا محل 3 براذرز، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن، روحوا وروهم شويه حب. قبل اي حاجه لازم نقول ان هواوي هي اول شركه تنزل بموبايل فيه بوب اب كاميرا في فئه سعر 4000 ل 5000 جنيه. الموبايل دوت تقريبا بيجي ب 4000 جنيه ونص، وكمان بينزل بسبب المشكله اللي حصلت مؤخرا مع شركه هواوي، هتلاقوني اتكلمت عنها في الاي اللي فوق على اليمين هنا. فروحوا شوفوا الفيديو دوت هتفهموا الحوار كله. يعني لو جينا في السوق مش هنلاقي غير الاوبو اف 11 برو حاليا، هو الوحيد اللي فيه برضه بوب اب كاميرا، لكن ما يتقارنش في الاداء او في المواصفات بالموبايل دوت. يعني دوت ب 7000 جنيه ونص وده ب 4000 جنيه ونص. لكن الفكره دلوقتي انك لو معاك 4000 جنيه ونص ممكن تروح تجيب موبايل بشاشه كامله، ودوت يعني ليه مميزات كتير جدا هنتكلم عليها في الفيديو. اول حاجه خلينا نتكلم عليها في الموبايل دوت وهي التصميم، واللي ممكن ما يعتبرش نقطه قوه للموبايل دوت، لاني ما شفناش تصميم شبه بتاع البي 30 لايت والوان كتير داخله في بعض ولا اي حاجه. هو تصميم سيمبل شويه، لكن عباره عن لونين او درجتين مختلفه من الالوان. فمثلا اللون المعايا دوت اسود، مش باين اي حاجه فيه غير اللي هو اسود، لكن لو ركزت هتلاقي ان هو منقسم لحتتين. الحته اللي فوق بتاعت الكاميرا اسود مط شويه، والاسود اللي تحت اسود لميع. فهكذا في بقيه الموبايلات في لون اخضر، اظن دوت من احسن الالوان بتاعت الموبايل دوت، بيبان فيهم اكتر الفرق ما بين اللونين او الدرجتين بتاعت الالوان. التصميم اللي هنا بولي كاربونات مش ازاز، ودوت يعني كويس عشان لو الموبايل وقع مش هيتكسر بسرعه، لكن بيبصم بسرعه جدا وملمسه مش بريميوم قوي. لكن في حاجه لازم اقولها يا جماعه، البولي كاربونات في الاول كان بيبان جدا ان هو بلاستيك، على عكس دلوقتي اللي انت لو ماسكه ممكن ما تقدرش تفرق بين هو يعني ده بلاستيك ولا ازاز. لكن الماسكه هنا كويسه جدا بسبب ان الموبايل مايل من الجناب، فيعني الماسكه بتاعته كويسه. بالنسبه للكاميرا فهي بارزه حاجه بسيطه جدا، مش شبه الموبايلات الباقيه، لكن هو فيه بروز حاجه بسيطه جدا، وفي جراب بيجي معاه في العلبه. الجراب بتحطه خلاص انت حميت الموبايل، وشفاف في نفس الوقت، فانت لو الموبايل عاجبك شكله يعني هو شفاف. بما اننا بنتكلم عن التصميم، ففي حاجتين حلوين وحاجه وحشه في المداخل بتاعه الموبايل. اول حاجه اللي هو بيجي بمدخل سماعات الحمد لله، وبيجي كمان باليو اس بي تايب سي، ودي حاجه ممتازه. لكن الحاجه الوحشه انك ما تقدرش تحط خطين وميموري كارد شبه الواي 9 اللي فات. لازم يا اما تحط خطين يا اما خط وميموري كارد. لكن بصراحه بالنسبه لي حاجه مقبوله، لان الموبايل مساحه التخزين بتاعته 128 جيجا بايت، فقشطه يعني. صحيح يا جماعه، ما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم في الخلفيه او الاضاءه بتاعت الخلفيه النهارده، لاني حطيت يعني اضاءه تخلي المكتب منور اكتر، فتحسوا المكتب يعني لسه غسل سنانه ولا حاجه، بيض قوي. عموما على طول تقولوا لي رايكم في اي حاجه، عشان انا بحب اعدل في حاجات كتير يعني، فعشان اطلع احسن حاجه ممكن اطلعها، فانتوا بتقولوا لي رايكم في الكومنتات تحت. نيجي بقى للشاشة، ودي بالنسبة لي أحلى حاجة في الموبايل، أو هي فعلا أحلى حاجة في الموبايل. معاك شاشة كاملة من غير حواف، من غير نوتشات، من غير أي حاجة. فعلا مبسوط جدا إن في شاشة كده في الفئة بتاعت السعر دوت. يعني هل معنى كده إن الشاشة ديت أحلى شاشة في السوق وخلاص نروح نشتري الشاشة دوت؟ مش بالظبط كده. الشاشة ديت نوعها اي بي اس، بتيجي بكثافة بكسلات 391 بكسل في الانش، وحجم الشاشة كبير جدا. يعني الشاشة داخلة على 7 انش، يعني هي 6.5 انش. فبصراحة من الناس اللي بتحب الموبايلات الكبيرة هتبقى مرتاحة جدا مع الموبايل دوت. لكن الناس اللي شبهي اللي بتحب الموبايلات المتوسطة أو صغيرة، يعني الموبايل دوت فعلا صعب جدا انك تعرف تمسكه بايد واحدة وتتحكم فيه بايد واحدة، لان الشاشة كبيرة جدا. فالشاشة مش سوبر اموليد اي بي اس، الوانها عادية مش احسن حاجة، لكن الشاشة من غير حواف، فبتديك اداء وفرجة على فيديوهات والعاب يعني اداء كويس كشاشه. وحاجه بصراحه وحشه ان هواوي ما اعلنتش عن طبقه الحمايه او النوع بتاع طبقه الحمايه اللي موجود على الموبايل، لكن كده كده الموبايل بيجي بسكرينه من اول ما تفتحه في العلبه. نيجي بقى لاداء الموبايل دوت. فالموبايل بيجي بمعالج كيرن 710 اف، ودوت يا جماعه يعني ما يفرقش كتير عن ال 710 العادي، واتحط في كذا موبايل من شركه هواوي. وصراحه الناس زهقت شويه من المعالج دوت، لان هي شافته في كذا موبايل قبل كده،
لكن انا بالنسبه لي مفيش مشاكل، لان الموبايل بيقدم اداء كويس جدا. الموبايل بيشغل العاب بسهوله، وبيشغل بابجي لسه مشغلها على الهاي سيتنجز، اعلى سيتنجز ممكن تلعب بيها في الموبايل دوت، وكانت شغاله كويس جدا، وكان جيم رهيب بصراحه، جبت فيه 19 كيل وحاجات غريبه. لكن يعني قصدي اللي هو شغل معايا بابجي باداء كويس جدا. كمان الموبايل بيجي ب 4 جيجا بايت رام و128 جيجا بايت مساحه تخزين، وبيجي باندرويد باي اللي هو الاندرويد الجديد. لكن انا شايف ان المشكله مش في المعالج ولا في الرامات، المشكله في واجهه هواوي نفسها اللي هي قديمه جدا. يعني شوفوا بقالنا قد ايه بنشوف نفس الواجهه من هواوي، ما بتتغيرش كتير. بتحس ان الواجهه اول ما تجيب الموبايل اوكي هي يعني مقبوله، لكن بعد فتره بتبدا تتقل والموبايل بيبدا يعني ما يبقاش سموز قوي معاك. فبصراحه يعني انا مش بيك فان للواجهه بتاعت هواوي، واتمنى اللي هم يطوروها في الموبايلات اللي جايه. وبما اننا جبنا سيره اندرويد باي، فمش من المؤكد ان النسخه الجديده بتاعت اندرويد تنزل لك على الموبايل دوت، بسبب المشاكل اللي بتحصل مع جوجل والصين وامريكا وهواوي. لكن بصراحة أنا معرفش، ممكن ينزلوا ممكن ما ينزلوش، محدش يعرف، لأن لسه الموضوع فيه حاجات كتير جدا ولسه قدامه وقت كتير يعني. يعني أنا مش متأكد من المعلومة ديت، ممكن ينزل وممكن ما ينزلوش. بالنسبة للكاميرات في الموبايل دوت، فعندنا هنا 3 كاميرات خلفية، واحدة 16 ميجا بكسل وديت المين كاميرا أو الكاميرا الأساسية، وواحدة 8 ميجا بكسل وواحدة 2 ميجا بكسل للبوكا إفكت، وواحدة فيهم وايت. اقدر اقول ان التصوير هنا عادي، يعني مش ديت النقطة اللي تجيب الموبايل عشانها، في كاميرات كتير تقدر تتغلب على الموبايل دوت. لكن الكاميرا مش وحشة، الكاميرا طبيعية، ولا هي حلوة ولا هي وحشة بصراحة، بتطلع صور عادية جدا. لكن اظن ان الموبايل يتفوق شوية في نقطة التصوير بالليل، لان النايت مود اللي هنا في موبايلات هواوي الاخيرة كويس جدا، وبيديك اداء حلو جدا حتى لو انت في مساحة ضلمة. وكمان عشان هنا في كذا وضع للتصوير الليلي كده، للطرق وللإضاءة وحاجات غريبة، خلتني بصراحة أعرف أطلع إبداعي وأجيب صور وأعمل عليها حبة إيديت صغيرين، فكان شكلها بصراحة حلو جدا زي ما انتوا شايفين. الكاميرا الخلفية يعني أدائها كويس، وكمان لما بتشغل وضع ال AI أظن إن الكواليتي بتقل شوية من 16 ل 8 ميجا بكسل، لكن بتلاقي الألوان فاقعة شوية وأحسن شوية. ولما بتروح للعدسة الوايد طبيعي جدا المساحة بتكبر، فبتديك يعني وقت اكتر او مساحات اكتر اللي تطلع صور ابداعيه جميله شكلها حلو يعني. فرأيي في الكاميرا ان هي عاديه طبيعيه، ولا حلوه ولا وحشه. بالنسبه للكاميرا الاماميه، وديت الموضوع كله بتاع الموبايل، اللي هي بتيجي في بوب اب كاميرا او كاميرا بموتور بتطلع وبتنزل. فخلينا نتكلم عن الموتور وعن الكاميرا، عن الاثنين. اول حاجه لو اتكلمنا عن الموتور، فالموتور مش بنفس سرعه اللي في الاوبو اف 11 برو، لكن الموتور لسه قوي جدا. لو انت دوست عليه بايدك هينزل لوحده، هيقفل امان عشان ما لو وقع او اي حاجه. وفي نفس الوقت لو وقع، لو انت ماسكه من فوق ووقع، هتلاقي ان الكاميرا بتقفل لوحدها، عشان ما يعني لو وقع من جيبك او وقع على الارض يبقى فيه حمايه اكتر للكاميرا. نقطة هنا هواوي عملتها ان الموبايل مش بيدعم الفيس انلوك، ده عشان يخلوا استخدام الكاميرا للسيلفي بس، فمش كل مرة هتفتح موبايلك الكاميرا لسه هتطلع، وهي اصلا الكاميرا مش بتطلع بنفس سرعه الاوبو اف 11 برو. يعني انا ما عنديش اي مشاكل ان ما يبقاش في فيس انلوك ما دام عندي الفينجر برينت سكانر بتاع هواوي. يعني ديت بصراحه بالنسبه لي احسن طريقه عشان افتح بيها موبايلي، يعني حتى لو في فيس انلوك انا هستخدم الفينجر برينت سكانر. بالنسبه للكاميرا هنا الاماميه، فهي بصراحه مش احسن كاميرا، لا يعني في كاميرات في فئه سعره او اقل او اكتر كمان تقدر تتغلب على الكاميرا الاماميه اللي هنا. العزل بصراحه ما كانش احسن حاجه، كان ساعات بياكل ودني، ساعات بياخد حتت من وشي كده. لكن في نقطة عجبتني جدا، وهي انك لو بتصور بالليل فالموبايل اوتوماتيك لوحده هتلاقيه بينور ابيض عشان ينور على وشك، فالصورة تطلع فيها اضاءة اكتر. فدي نقطة عجبتني بصراحة. وبصراحة بالنسبة للموتور، فالموتور ما بيتحركش، يعني الكاميرا لو مسكتها وحركتها الكاميرا مش هتتحرك، ومكانها هي وداخلة ثابتة جدا، فمفيش تراب هيخش ولا اي حاجة، فبالنقطة ديت ما تقلقش يعني. بالنسبة للبطارية في الموبايل دوت، فهي من احسن الحاجات في الموبايل دوت. البطارية هنا 4000 ملي امبير، بتقعد يجي 7 8 ساعات كمان يعني، وحتى لما بتلعب عليه ما بتخلصش بسرعه. يعني من الاخر البطاريه في الموبايل دوت فعلا كويسه. المشكله بس اللي هو ما بيجيش بشحن سريع، يعني هيقعد معاك شويه في الشحن، لكن اداء البطاريه ممتاز. وبس انت بتاخد كل الكلام اللي احنا قلناه دوت ب 4500 جنيه، وزي ما قلنا لسه السعر بينزل. وحاجه كمان، لو انتوا رحتوا لمحل 3 براذرز تشتروا منه الموبايل دوت او اي موبايل تاني انا عملت عليه ريفيو كان هم السبونسر فيه، هيدوكوا خصم كبير جدا لما تقول لهم اللي انتوا جايين من طرف قناه جورج عماد، عشان هم السبونسر بتاع الفيديو دوت. ومن كام اسبوع كنت في ايفنت كده في القاهره، وكنت عايز اعمل لكم فلوج، وانتوا قلتوا لي اعمل لنا فلوج على انستجرام، بس للاسف يعني انا ما كنتش عارف عشان كان عندي امتحانات وكده. فلكن انا طلعت يعني الايفنت كله كنت بصوره لكم، كنت معاكم على الانستجرام.
فلو انت مش عامل لي فولو على انستجرام انت فايتك كتير، وللاسف انت فايتك خلاص الايفنت اللي فات دوت. لكن هتلاقوا اللينك في الديسكربشن تحت، روحوا واعملوا لي فولو عشان لو في اي حاجه جايه او كده. انا عموما يعني متفاعل جدا هناك. بس كان نكون وصلنا لاخر فيديو، شكرا عشان لغايه دلوقتي تتفرجوا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل كومنت تحت، هحاول ارد على قد ما اقدر على الكومنتات. لو عندكم اي اسئله اسالوني على الانستجرام وبرضه هحاول ارد. متحمس جدا الفتره الجايه عشان في حاجات كتير قوي جايه يعني هتعجبكم. وبس كده، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.